دايما في وضع دفاع، حتى لو حد ما هاجمه دايما طول الوقت بيهاجم اي حد في الشغل. على طول تعرف ان الشخصيه اللي قدامك دي هي العقليه الدفاعيه. اسمع الحلقه عشان تعرف اكتر عن العقليه الدفاعيه، ولو انت مدير ازاي تقدر تتعامل معاه. في الشغل مش دايما بيرد بسرعه، بيرفض النقد، شخص عصبي صعب التعامل معاه، بيكون عنده عقليه دفاعيه وقبل ما يفكر في اي حاجه بيدافع على طول من الموقف اللي هو محطوط فيه. دايما باصص ان هو اي حاجه بتحصل هي تهديد شخص ليه، وان دايما الناس بتتقبل عليه. يعني ايه عقليه دفاعيه؟ هي طريقه التفكير الشخص بتخليه دايما في حاله استعداد عن نفسه حتى لو محدش هجمه. هو طول الوقت شايف ان الناس بتتآمر عليه كأنها إهانة أو ممكن تقليل من شأنه، أو أنت إزاي تتكلم معاه بالطريقة دي. صفات الشخص اللي عنده العقلية الدفاعية: بيضايق من النقد، عمره ما بيحب النقد على الإطلاق حتى لو لتحسين نفسه، دايما بيبرر لنفسه إن الشخص اللي بيقول له كده هو شخص متآمر عليه، بيرد بانفعال أو بيرد بشكل هجوم ما يستحقش الموقف، بيحس إن مديره وزملائه في الشغل مش بيقدروا وإن هم متآمرين عليه. مثال من الواقع: المدير قال المهمة دي ممكن تتعمل بشكل أسرع، تلاقيه رد عليه بشكل بدون أي تفكير: أنا عملت كل اللي قدرت عليه وظروفي ما كانتش تستحمل أكتر من كده، وبدل ما تقولي شكرا بدل ما تديني ملاحظة. لو أنت مدير أو زميل لحد معاك في الشغل وهو عقلية دفاعية، اختار الوقت المناسب للكلام واتكلم بطريقة غير مباشرة، بلاش المباشر. ابدأ الأول بالإيجابيات والملاحظات الإيجابية، اقترح حل بسيط أو تحسن بسيط، قول له على الهدف إنه هو التطوير وإن الهدف من القعدة إن إحنا نبقى أحسن مش اللوم. لو أنت الشخص ودايما العقلية الدفاعية مسيطرة على أول خطوة، لازم دايما لما تيجي تقعد مع المدير بتاعك أو زمايلك وحد يتكلم معاك، وقف دماغك من التفكير وقول إن هم بيقولوا لي عشان أتطور، وابتدي حلل الكلام فعلا، لأنه فعلا ممكن يكون لتطويرك مش مجرد إن هو نقد وتقليل منه. العقلية الدفاعية بتحرك في حرب طول الوقت، طول الوقت بتستنفذ مجهود، وممكن تخسر شغلك وتخسر حتى الناس في علاقات الشخصية. أهم حاجة لو أنت شخص من الشخصيات الدفاعية، وقف طريقة تفكيرك الدفاعي. هنستنى تعليقاتكم وقولوا لنا هل شفتوا حد في الشغل في العقلية الدفاعية وإزاي قدرتوا تتعاملوا. أهم حاجة التعريف ده كله جاي من العلم بتاع السلوك التنظيمي والنظرية بتاعت مصر. صباح الفل عليكم. نفي موجود في